اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. النهارده هنتكلم على نسخه من سوبرمان مش كل الناس عارفاها، وهو ميلك مان. ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. ميلك مان هو شخصيه تبع دي سي كوميكس، اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر ابريل سنه 2018. الكلام ده كان في العدد رقم واحد من ست الكوميكس دوم باترول لجي ال اي سبيشال، على ايد الكتاب جيرارد واي وستيف اورلاندو. في بنتين، اول واحده يبقى اسمها كيسي برانك، دي تبقى شخصيه خياليه انشأها داني ذا ستريت. التانية اسمها تيري نون، دي تبقى بنت مستر نوبادي. بنشوف ان الاتنين دول مش موجودين بشكل واقعي فعلا، دول بيبوسوا بعض. تيري دي بتبقى حامل بتخلف اللا شيء، بتيجي منظمة اسمها ريدكون بتخطف الكائن ده. ريدكون دي عبارة عن منظمة مالتي فيرسال بتخطف الوقائع المختلفة وبتعيد كتابتها من أجل ترفيه آلهة بيدمروا الكون، مش بيتشتت انتباههم غير بالترفيه. بياخدوه للمقر بتاعهم في الفاينل هيفن. دايما كان بيتم احباط مخططاتهم على ايد دوم باترول، وعلشان ينقذوا المنظمه بتاعتهم بيقرروا ان هم يبيعوا برايم ايرث. وعلشان ده يحصل محتاجين ان هم يغيروا في الشخصيات الرئيسيه زي سوبرمان وباتمان ووندر وومن. بيعرفوا ان سوبرمان استحاله تغيره باي طريقه كانت، فبيقرروا ان هم يعملوا منه صوره طبق الاصل عن طريق ان هم يدمجوا اللاشيء اللي معاهم مع النموذج الاصلي لسوبرمان. بيعملوا نسخه جينيه من سوبرمان اسمها ميلك مان. بيودوه رود ايلاند وبيزودوه بذكريات مزيفه، زي ان هو جه كوكب الارض اتربى على ايد واحد اسمه مارتي. ده كان قاسي جدا في تربيته وكان بيقول له عادي تضرب البنات. مارتي ده عنده شركه البان، وهو اشتغل عنده عامل توصيل. اللبن ده بيغير في الواقع. هو كان شايف ان دوره ان هو يوصل اللبن ده للجميع ويشربهم اللبن غصب عنهم عشان يخلق عالم سعيد مليء بالتغذيه والقيم العائليه. ريدكم بعد كده بتقرر انها تستخدم ميلك مان بشكل اكبر. بيخلوه يهاجم باتمان والجاستس ليج الخاصة بيه، بيتغلب عليهم وبيشربهم اللبن، بيغير في شخصياتهم وفي الماضي بتاعهم. بنشوف دلوقتي جاستس ليج ابتدت تعرف باسم كوميونيتي ليج اوف رود ايلاند. باتمان بقى كاهن بيعبد اللبن، ووندر وومن بقى اسمها وندر وايف. هو بيحول هابي هاربور كلها ان هم يبقوا مدمنين للبن، كان كل يوم بيفوت عليهم عشان يديهم الجرعة اليومية. بعد كده هو والفريق بتاعه بيخشوا في معركة قصاد دوم باترول، بيقابل كيسي. بنشوف ان كريزي جين بتتحول لشخصية من شخصياتها المتعددة اللي اسمها هانجز مان بيوتيفول دوتر، اللي عندها القدرة على تنشيط كل الفنون بما فيها الكوميك اللي هم فيه دلوقتي. ده بيؤدي لإلغاء تأثير ريدكون على كوميونيتي ليج باستثناء الميلك مان عشان هو مش سوبرمان الحقيقي. بيعرف ان ذكرياته مزيفة وان كل ده اشتغالة. بيكتئب وبينهار، بيسيب كوكب الارض وبيروح على الهيد كوارتر بتاع ريدكون. بيواجه المسؤولين هناك اللي بيعترفوا له ان هو نسخة غير مثالية من سوبرمان، وان واجبه ان هو يحميهم ويحمي مصالحهم. هو بيبقى عنده يأس كبير جدا وعايز يحس بالانتماء فبيوافق. دوم باترول بعد كده بيهاجموا المكان وابتدوا يدمروا فيه. سوام سينج بيحرر مسجون هناك اسمه كيف كارسون. كارسون ابتدى يدمر في المخططات بتاعة ريدكون، بيتقبض عليه وبيتسلم لميلك مان اللي ابتدى يعذب فيه. بنشوف ان جاستس ليج ودوم باترول اللي بيهاجموه بيخش في معركه قصادهم، مش بيبطل قتال غير لما كيسي بتقول له صنع وابني، وبتقول له ان هي هتتقبله بغض النظر عن هويته. في نفس الوقت ده بنشوف ان ريدكون معرفتش تبيع البرايم ايرس فبتقرر تدمرها. دلوقتي ميلك مان بيحضن كيسي، المكان ابتدى يتدمر ويتحرق حواليهم. باتمان بعد كده بيعرف يقنع فليكس منتالو ان هو يستخدم قدراته في التلاعب بالواقع، ان هو يعمل ريست للواقع. وبالفعل برايم ايرس بترجع تاني، بس للاسف ميلك مان مش بيرجع ومحدش بيبقى فاكره. بس كيسي بتبقى فاكره ان هي كان عندها ابن ومش بتبقى فاكره ملامحه. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو بقوة الأوفر فويد، هو كل القوة والوجود والمعرفة، هو التجسيد الكامل لكل نسخ سوبرمان اللي انت عارفها، بما فيها سوبرمان 1 مليون وسوبرمان سترينج فيزيتور، بالإضافة لكوزميك أرمور. لذا هو قوي جدا جدا جدا، مفيش حاجة أقوى منه، ويقدر يغير نسيج الواقع باللبن بتاعه. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على ميلك مان في الكوميكس، وعرفنا ان هو أقوى تجسيد لسوبرمان على الإطلاق. للأسف الحلقة كانت صغيرة عشان هو اصلا حضوره في الكوميكس صغير جدا. دي سي بعد ما عملته قررت انها تتخلص منه بدري بدري، قال لك يا عم ده قوي جدا، الله اعلم في المستقبل هيرجعوه تاني ولا لا. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، كنت تسمع عنه قبل كده ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.